ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا هنبدأ كده بتركة بسيطة. في الأول عايز مثلا أخفي العناصر اللي موجودة في الداشبورد دي. هطلع فوق هنا على حاجة اسمها سكرين اوبشن، زي ما انت شايف هي تبقى مقفولة كده، بفتحها. طبعا أنا مش عايز أي حاجة تبان مثلا في الداشبورد أو كده، فبمسح كل الكلام ده وبطلع السكرين اوبشن تاني. لو عملت ريفرش مش هلاقي حاجة ظاهرة زي ما انت شايف. عايز تحط حاجة معينة، عايز تحط مثلا سايت هيلث، دي مهمة جدا. مفيش مشكلة، بيعرفك الموقع بتاعك حالته ايه. النهاردة عندنا درس مهم جدا، وهو ان احنا هنعرف الفرق بين الشكل المجاني والشكل المدفوع. كتير مننا بيسأل لو مثلا راح على اي موقع هو يعني نفسه يعمل زيه. انا مثلا عايز اعمل موقع مثلا يعني زي MKWB دوت مثلا MKWB دوت سايت. طيب الموقع ده هو الأكاديمية بتاعتنا، وإن شاء الله الدروس هتبقى عليه ابتداء من اليوم. يعني هعمل لكم حسابات، وهنبدأ إن إحنا هتدخل الكورسات هنا، وهتبدأ إنك تخش على الكورس المجاني على طول، اللي هو كورس رمضان 2026. الموقع ده مبني على ثيم مدفوع. يعني ايه مدفوع؟ يعني انا دافع فلوس عشان اخد الثيم ده. انا دافع فلوس عشان اخد الحركات دي. انا دافع فلوس عشان اخد سيستم معين. انا دافع فلوس عشان الفيد ان ده. انا دافع فلوس عشان اخد حاجة تخليني شغال بشكل معين انا حابه، وفي نفس الوقت خواصه ممتازة ومساعدني في تحقيق مهمتي او تحقيق النتيجة اللي أنا عايزها. خلاص، فده سيم مدفوع. خلاص كده. طيب الثيم المجاني مثلا، أنت ممكن تخش على أي حتة تاخد الثيمات المجانية اللي أنت عايزها وتنزلها على الموقع بتاعك. فسيبك بقى من الموقع الخاص بيا وسيبك من أي حاجة تانية. هنبدأ ناخد الفرق بين الثيم المجاني والثيم المدفوع بوجهة نظر الشركات اللي عاملة الأشكال دي. عندك أول شركة معانا، وهنتكلم عن 5 شركات تقريبا أو 4. أول شركة هي اسمها أسترا. أسترا دي عندها حاجة اسمها ستارتر تمبلت، وركز لي بقى على الستارتر تمبلت ده وعلى الخاصية بتاعت البرو في أسترا. تمام. طيب الاتنين، الستارتر تمبلت اللي هي الاشكال والخواص الزياده البرو اللي في استرا، انت ممكن تاخدهم في اشتراك واحد بس. تاخدهم في اشتراك واحد بس اللي هو اسمه اسينشال تول كيت. بتاخد اهو 300 شكل كلهم، وبتاخد اللي هي سبيكترا برو والحاجات دي كلها. وكمان بتاخد الخواص اللي هي بتاعه البرو نفسها، اللي هي دراج اند دروب ستايلنج فيجوال، الحاجات دي كلها خواص البرو. يعني بتاخد كل المزايا دي ب $119 في السنة. طبعا احنا موفرين الكلام ده كله تقريبا من 10 ل $15. لو انت عايز انك تاخد الشكل ده يبقى ثيم وبلاجن في نفس الوقت. يبقى ثيم وبلاجن في نفس الوقت. خلاص. طيب هنخش تاني على استرا. نرجع تاني لاسترا، هتلاقي في حاجه اسمها ستارتر تمبلت. بالمناسبه استرا مناسب جدا انك تبدا مواقعك او متاجرك او منصتك التعليميه بمنتهى السهوله. طيب انا عايز ابحث هنا عن حاجه مجانيه، مش عايز يعمل حاجه المدفوعه بتاعتك دي. احنا البيج بيلدر او الحاجه اللي بنبني بيها الموقع اسمها الاليمنتور. خلاص، فهنعلم على باني الصفحات اللي اسمه الاليمنتور. اعتبر الموقع هو كتاب بتبني صفحاته بحاجه اسمها الاليمنتور. هتخش هنا هتعمل اول، وتاخد البوبيولار ده وتعمل ابلاي. هيديك هنا الثيمات المجانيه والثيمات المدفوعه. هتيجي هنا مش هتلاقي اي علامه هنا كده او تاج او حاجه زي كده، فاعرف ان ده ثيم مجاني تماما. هتيجي هنا تلاقي علامة البريميوم أو التاج، هتلاقي إن ده ثيم مدفوع. لو إحنا رحنا على مثلا قسم معين هنا كونستراكشن مثلا. كونستراكشن، هناخد كونستراكشن ده هنلاقي منه السيمات الثيم المجاني والثيم المدفوع. تعال قارن المجاني بالمدفوع، هتلاقي فيه فرق. بص بقى، أسترا في الثيم المجاني، أسترا في الثيم المجاني بيديك خصائص كويسة. اللي هو بيديك مثلا موقع زي ده كده، عندك يا دوبك ايه تمشي حالك بيهم، عندك زرارين، يعني ايه شكل كويس وامورك بخير. خلاص كده. فاسترا
يعني بيقول لك خد الثيم ده اشتغل عليه، او خد الشكل ده اشتغل عليه ومشي حالك. هنا بقى في خاصية البرو هتبص تلاقي ان اختلفت تماما الرؤية، اختلفت تماما. هنا عندك الصور اختلفت، الافكتات اختلفت، الايكونز نفسها بريميوم. الشكل زي ما انت شايف كده، صورتين في بعض. هنا اخرك مثلا يقول لك ايه، صورة كده، صورة وكلمتين. هنا مثلا ايه، ده متمعظم في الشكل بتاعه، عمل حاجة يمين وحاجة شمال. انما ده هتلاقي فيه صور بريميوم، حاجة محترمة كده، مديك شكل وبيساعدك انك تعمل حاجة كويسة جدا. وشايف الفوتر اللي هنا، الجزء ده اسمه فوتر على فكرة. والفوتر اللي هنا بص، ده تحس ان هو مسلوق كده، لكن تعال بص في ده هتلاقي في شغل محترم جدا يعني. ففي فرق ما بين الثيمات المجانية والثيمات المدفوعة في الشكل والجودة يعني. خلاص. فاحنا ان شاء الله هنبدأ ان احنا نعمل هنطبق كده مثال عملي على الموقع ده. هنبنيه بالكامل من الصفر. هنعرف ازاي ناخد محتوياته اللي موجودة هنا من خلال طبعا ايمج داونلودر، وهنعرف ازاي ننزل الادوات دي كلها، وامورنا بخير. حبيت بس ان انا استعرض لك ان في حاجه عندك اسمها الثيم المجاني والثيم المدفوع. وطبعا اتكلمنا عن استرا كده، وعرفنا الخواص، وعرفنا لو عايز تاخد ال 300 تمبلت دول تاخدهم مثلا ب 10 دولار، كلمني وبنزل لك انا البلاجن والثيم، والامور زي الفل ان شاء الله. طيب لو انا مثلا عايز استعرض شركة تانية، فهتكون اوشن دبليو بي، وهسيب لك اللينك بتاعها برضو عشان تخش بنفسك برضو، وتخش ورايا كده وتشوف الدنيا ماشية ازاي معاك، عشان برضو تبقى وصلك الصورة الكاملة. عندك برضو نفس الحكاية اوشن دبليو بي دوت اورج، هسيب لك اللينك ده برضو موجود هنا، وهتلاقيها ان شاء الله في الملخص. خلاص. اهي الصورة تمام كده، اوشن دبليو بي و دبليو بي استر. حط، شيل مثلا اللينك ده عشان الايه، اللينكات تبقى واضحة كده. ده تاني موقع معانا بيقدم نفس الحاجة. هتروح هنا على البرايسنج، هيقول لك اوشن دبليو بي برو باندل. تمام. هتلاقي برضو بيقول لك ايه، ان انا هديك كل الخواص، وهدي لك كمان التمبلتس البرو اللي موجودة في السايت عندي. خلاص. فهنا بيقول لك 43 دولار شهريا. انا شايف ان هو كويس جدا يعني. انت لو انت عايز تبدأ مع نفسك يعني كتمبلتس وتجرب وكده، عندك ويب سايت واحد جرب كل حاجة فيه. طبعا احنا عندنا برضو الاسعار تقريبا، الثيم ده ب 15 دولار بدل من 35 دولار، وبيكون مدى الحياة معاك. هنا مثلا عندك لايف تايم، طبعا ما تشتريش اللايف تايم ده خالص يعني. كلمنا انت بس في اي ثيم انت عايزه، وان شاء الله نوفره لك باسعار قليلة. نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، اي موقع هتفتحه من المواقع دي هتلاقي في حاجة اسمها الحاجات المجانية والحاجات المدفوعة. هتيجي هنا حضرتك تختار view all template demos. الشكل لوحده ده اسمه ديمو. الثيم هو اللي بيجمع ال 200 شكل دول. خلاص. يعني ده اوشن دبليو بي ثيم ولا ديمو؟ لا، اوشن دبليو بي هو ثيم كبير، تحته حاجات اللي هي الديمو. الديمو بيكون يا اما مجاني يا اما مدفوع، بس احنا بنختصر الكلام ده كله ونقول لك ان ده ثيم عشان ده اللي بتحطه على الموقع بتاعك. هيجي برضو هنا يقول لك ايه، انا عندي حاجات برو، مكتوب على برو اهو. برو يعني لازم تشترك علشان يجي لك الشكل ده وتختاره وتنزله. وهنعرف ان شاء الله قدام احنا بنعمل الكلام ده ازاي. خلاص. بتروح مثلا على اللي هو الخاصية البرو دي، او الثيم البرو ده، هتلاقي برضو الثيم كده تحس ان هو ابن ناس بريميوم. فاهم ازاي؟ تختار الحاجة اللي انت عايزها. مثلا ده بتاع جيم، ممكن تشيل اقسام وتحط اقسام، ممكن تبتكر من دماغك. بس الاحسن انك تبقى في الاول خالص تبع الثيم. انا بقول لك الكلام ده من خبرة يعني. طبعا كل الكلام ده برو 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 ده، وانا عايز الحاجه اللي مجانيه. هبدا ان انا لو في فلتر هنا او حاجه هبدا اشوف. لو مفيش فلتر ممكن انزل تحت كده خالص، هتلاقي في حاجات بقى ايه هنا كده اللي هي المجانيه تماما. هي بتحمل بس. هتلاقي في بلوجر، ثيم اسمه بلوجر، ثيم اسمه لوير. ده مجاني، ده مجاني تماما. بص شكله عامل ازاي اصلا يعني. ما ينفعش اصلا انك تشتغل عليه يعني، شكله مش عاطفي ومش كويس خالص يعني.
ابدا يعني، حتى الفورم اللي معموله قديمه جدا 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 جدا. نفس الموضوع في بلوجر، قديم بطريقه مهوله يعني. دي الكلام ده كله خلص من التسعينات يعني. ما تختارش السيم ده اصلا يعني، الا لو عميلك هو عايز كده يعني. بتشوف بقى ثيمات تانية خالص، مثلا لا بلاش ده. ترافل مثلا، ترافل مثلا. دي سيمات كل او ديموهات. ده ديمو مجاني، هتلاقي شكله قديم كده ومش احسن حاجه يعني. اوشن دبليو بي انا يعني ما برشحهاش قوي، بس لو عجبك حاجه، لو عجبك حاجه فيها خلاص، انت بتدي العميل في الاخر الترشيح المناسب يعني. بتديله 3 ترشيحات هو يختار واحد. بص هنا في البرو عمل لك شكل محترم، تصميم مينيماليست كده، مينيماليست كده، حاجه محترمه. غير خالص الحاجة المجانية، فهو عايزك انك تشترك في الحاجات البرو يعني. فده تاني موقع معانا يعني. في حاجات تانية مثلا، يعني في حاجات تانية كتير من الشركات الجاهزة، الشركات اللي هي عاملة حاجات لنفسها. عندك مثلا استرا، اوشن دبليو بي، عندك حاجة اسمها، اللهم ذكرني ما نسيت. لو كتبت هنا مثلا تمبلت مونستر، تمام. نفس الكلام، شركة تمبلت مونستر دي عاملة بقى تمبلتس بشكل محترم جدا. احنا طبعا شغالين على وورد بريس، تقبل الكوكيز. هناخد هنا الوورد بريس، هتلاقي بقى هنا ايه، الثيمات، كل ثيم بفلوس مختلفة، تمام. وهنا بقى هنروح على جزئية المواقع اللي بتقدم الثيم لوحده بفلوس، تمام. في عندك شركات بتقدم تمبلتس، في عندك شركات بتقدم تمبلتس مدفوعة 200 تمبلت، تختار منهم انت واحد تحطه على الموقع بتاعك. وفي شركة بتقول لك هو ثيم واحد اهو، هما الاتنين واحد بس مختلفين شوية. هازل ده كأنها شركة منفصلة، خلاص كده. هازل ده كأنها شركة منفصلة بالظبط زي استرا، تمام. بتروح انت كده بتشوف الديمو ده زي ما انت شايف كده، والسيم ده بيبقى فيه 25 ديمو، خلاص كده. تاني، المواقع اللي احنا اخدناها دي هي مواقع فيها ليها تمبلتس، خلاص. التمبلتس ده مجاني ومدفوع. ممكن تاخد المجاني يعني، هي الميزه بتاعت المواقع اللي هي دبليو بي استرا اوشن دبليو بي، ان بيديك حاجه مجانيه، خلاص كده. انما في ثيمات تانية، هنعمل كده ثيمات مدفوعة فقط. بيديك ايه؟ بيديك نفس مفهوم استرا، ويسمي لك مثلا الشركة بتاعته هازل، او الثيم بتاعه هازل. زي ما انت شايف كده بيحط لك فيه ايه، ديموهات، بس مش هيدي لك حاجة مجانية. مش هيدي لك حاجة مجانية. طب مين اللي بيعملوا الكلام ده؟ في حاجة عندك اسمها تمبلت مونستر، وفي حاجة عندك اسمها، نعمل بس فاصلة هنا، وفي حاجة عندك اسمها ثيم فورست. ثيم فورست زي ما انت شايف كده. وهنعرف دلوقتي يعني، هنعرف في درس تاني ازاي نختار الثيم بشكل مظبوط مليون في المية، خلاص. فدي سيمات مدفوعة فقط، ودي ثيمات ثيمات معلش ثواني كده، ثيمات مجانية ومدفوعة، خلاص كده. طيب، وهنا مش هيديك حاجه مجاني عامه يعني. في السمات المدفوعه فقط ما بيديلكش اي ديمو، ما بيديلكش تجربه، ما بيقولكش خد حط ده كده وبعد كده اشتري النسخه البرو. لا، الثيم كله بيكون مدفوع. هنيجي على هازل هنشوف ان فيها 25 ديمو. انا بختار واحد بس ان انا اعمل موقعي عليه، انا كلامي واضح اهو. بختار مثلا ده، يبقى انا اشتريت هازل، اشتريت فيه الديمو ده اللي هخليه على موقعي، تمام. زي ما انت شايف، انا شايف ان الثيم ده محترم جدا جدا يعني. فببتدي ان انا اعمل ايه، ببتدي ان انا اعمل اد تو كارت لو انا عجبني الثيم كله،
الثيم كله. ممكن نشطب ده ونروح هنا كده. طبعا هنا هتختار ايه اللي هو البيرسونال لايسنس، بتختار اللي هي ماست هاف بلجن، وبتبدا ان انت تعمل اد تو كارت، او ممكن انك تشترك في التمبلت مونستر ده اشتراكات، او جيت ان سبسكريبشن. بتشوف بقى نظام الايه الاشتراكات بتاعته ايه، بتروح ل انليمتد داونلود، وبيبدا معاك من 14 دولار في الشهر. يعني ب 14 دولار في الشهر تاخد كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه. لو انت يعني بتشوف الاشتراكات بتاعتك 49 دولار في الشهر، وبتاخد 1 مانث برودكت 1 وانليمتد، ويعني ده كويس نسبيا، يعني ده كويس نسبيا. تمام. وبتاخد بقى اكسس على المشاريع دي كلها، الوورد بريس، سيمز. انا شايف ان 49 دولار مش مبلغ قليل خالص. فانت ممكن يعني تشتري الثيم من الشركات احسن. 49 دولار في الشهر يعني هيخليك تدفع كل شهر علشان تاخد الثيمات اللي انت عايزها. ممكن في شهر مثلا ما تعملش مواقع، فتبقى دفعت تكلفة 50 دولار على الفاضي يعني. ف يعني البيست براكتس هنا في مانستر ده ان انت تختار ثيم واحد لعميلك، اللي هو بتوري له الثيم ده او الشكل ده، وهو بيدفع تكلفتها. تمام. طب مين اللي بيدفع تكلفة الحاجات دي كلها؟ العميل، مش انت، مش اللي بيعمل الموقع، مش اللي بيصمم الموقع، مش انا. العميل هو بتوري له اللينكات للحاجات هو عايزها في اي مجال، وبتبدأ ان انت تقول له دي تكلفتها كذا، وروح ادفع وابعت لي الثيم اللي انت اخترته. خلاص، يبقى احنا كده اي بلجن اي سيم العميل بيبدأ ان هو يدفع تكلفتهم، انت فقط يا ابني عليك انك تنفذ الموقع اللي هو اختار الشكل بتاعه او اختار البلجنز بتاعته. طبعا ساعات بترشح له بلجنز او بترشح له ثيمات، وهو برضه اللي بيدفع ثمنها، لكن انت لا تتحمل أي، أكتبها لك تحت كده، لا تتحمل أي تكلفة ثيم أو بلجن أو أداة يعني، أو أداة، لا شكل ولا أداة ولا أي حاجة تتحمل تكلفتها، ولا تتحمل الدومين والهوست. تمام. أنت ممكن تعمل له نقدر نقول كده إيه حسبة مجمعة، إن أنت تكلفتك مثلا 100 دولار، والثيم هيبقى ب 60، والدومين والهوست مثلا 30، يبقى تقول له كل المبلغ الإجمالي هو 200 دولار. أنت هتاخد فيهم 100 مثلا يعني، وهو الأدوات 100. أنا بقول لك من الأول أهو، وباجي عليك شوية وبشرح لك حاجات متقدمة عشان تبقى أنت عارف الدنيا فيها إيه. تاني موقع عندنا لو مونستر 1 ده خلاص، اللي هو الثيمات المدفوعة فقط، ما بيقدمش أي ثيمات مجانية زي المواقع اللي هي اللي فوق اللي احنا شرحناها. هناخد الثيم فورست. طبعا هو الثيم فورست ده أنا بعتمد عليه في إن احنا بنشتري مثلا اشتراكات أو كده، أو بنشتري قصدي ثيمات أو كده. طبعا هو أكتر موقع موثوق في الدنيا تيم فورست. تخش هنا على وورد بريس، هتدور في المجال بتاعك هنا، هتدور مثلا على الايجنسي اللي هي بتبقى مثلا ايه، وكالة اعلانات، وكالة اي وكالة عامة، هي ايجنسي. في حاجة اسمها ديجيتال ايجنسي، في كرييتيف ايجنسي. بتبدأ انك تخش هنا على اللينك، تبدأ انك تروح هنا في الجزء ده وتشوف الديموهات اللي موجودة في الثيم ده. هل الثيم ده بيوفر حاجات مجانية؟ لا. الثيم ده بتدفع له 29 دولار علشان تاخده مدى الحياة، بتحديثات مدى الحياة على موقع العميل بتاعك اللي هو بيتحمل تكلفته بالكامل. خلاص. هناخد بريك دقيقة عشان أذان بس. ثواني. طيب يا شباب، فاحنا خلاص ده السيم، دخلنا كده على الاليريك ده. وبرضه احنا زي ما احنا متوقعين، اي ثيم في الدنيا بيكون ليه ديموهات. ممكن ثيم يبقى ليه 5 ديموهات، ممكن ثيم يبقى ليه 180 ديمو، ممكن ثيم زي ده يبقى ليه 56 ديمو. بتختار الديمو اللي عاجبك، بتدوس عليه كده. تمام. بتدوس على السيم اللي عاجبك، ننزل تحت كده، هتلاقي بقى ايه الديموهات معروضة بالشكل ده.
طبعا هنا في حاجه اسمها ديمو لايت ودارك لايت اسمه ايه ده، ديمو دارك وديمو لايت. زي ده كده ممتاز جدا. ديمو دارك احترافي، شكله جميل جدا جدا يعني. انا ممكن اخد الثيم ده. طب هاخده ازاي؟ هبدأ ان انا اشتري، هرجع للثيم الاصلي اهو واعمل اد تو كارت واشتري. الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكلة. بس خلي بالك، مش اي حاجة تعجبك تشتريها. لازم تعرف الريفيوهات اللي موجودة، لازم تقرا الكومنتات اللي موجودة، لازم تعرف الشركة اللي عاملة الثيم ده ما يبقاش شكله خلاص. تروح كده على البورتفوليو وتتابع تقييمات الشركة دي، وباعت بقد ايه، ولو بايعة ثيمات تانية تقييماتها، تقييمات الثيم التاني ده قد ايه، بيكسورا ده تقييماته ايه، الناس بتقول عليه ايه، كم معدل المبيعات. لانك هتحط فلوس، انت هتحط فلوس في هذا الموضوع. ولازم تعرف حاجة، يكون الثيم ده عليه العلامة اللي هي دي، اللي هي علامة الاي دي. الاي دي هي ايه؟ هي علامة الاليمنتور. الاي هي علامة الاليمنتور اللي انت حضرتك بتدخل تبني من خلاله الصفحات، او تعدل على الكلام، او تحط صور، او تشيل صور. يبقى علامة الاي دي مهمة جدا. ولازم برضو هتنزل تحت هنا كده هتلاقي في حاجة اسمها compatible with إليمنتور. لازم تلاقي الكلمة دي، لازم تلاقي الكلمة دي. مفيش كلام، مفيش مبرر. حلو الكلام. ولازم تعرف ان لاست ابديت اعلى حاجة. يعني عشان تشتري الثيم ده لازم يكون ما عداش على الابديت ده شهر شهرين، لازم يكون ابديتد باستمرار. يعني هو بيقول لك انا اخر مرة عملت ابديت للثيم ده كان 27 يناير، اللي هو من حوالي اقل من شهر. لو هو هنا تخطى مدة ال6 شهور ما تشتريش الثيم ده. يعني لو قال لك مثلا شهر 7 2025 ما تشتريش الثيم ده. ليه؟ لأن الشركة رفعت إيديها من على الثيم ده تعديلات، لأن هم مثلا مش جايبين السيلز الكفاية، أو هم عاملين ثيم تاني وقطعوا التعديلات أو التحسينات عن الثيم ده نهائيا، لأنها شركة كاملة بتعمل الثيم ده، مش مجرد واحد قاعد ورا شاشة. انا اديتك كده كل ما ينفع في حتة الثيمات. هبدأ معاك على طول من الدرس الجاي على موضوع البلجنز بتاعتنا. بس قبل ما اقفل معاك في حاجة عايز احطها لك في الحتة المجانية والمدفوعة، وهو ثيم مهم جدا، مهم بطريقة كبيرة يعني. في الثيمات المجانية والمدفوعة احط لك حاجة اسمها كادنس WP. كادنس ده محترم جدا. ثيماته المجانية بتكفي انك تعمل موقع شكله محترم نسبيا. هتخش برضو على، احنا اتعودنا خلاص ان اي حاجة، اي موقع انا بديهولك بيبقى في حاجة اسمها ستارتر تمبلت، او اللي هي ايه، التمبلت اللي انت هتستخدمها عشان تبدأ بيها موقعك بالعربي يعني. هتخش هنا على ستارتر تمبلت، هتلاقي برضو ثيمات فري. لو رحت على الفري دي هيطلع لك الفري كلها. مثلا عندك ثيم ده موجود فري، هتعمل هنا انك تشوف الثيم ده. شايف ده شكله، ده شكل حاجة مجانية تعرف تبني عليها الموقع الخاص بيك. تمام. تمام. طيب انا عايز اشتري النسخة اللي هي البرو من التمبلت ده. بسيطة جدا، هروح على اللي هو ستارتر تمبلت ده، واروح على الجزء الخاص ببريميوم، واختار اي ثيم بريميوم. بعد كده ابدا ان انا عايز اشتري البلان او الخطة. هيروح موديني على البرايسنج بتاعي. هقول له خليني اخد الكادنز السيم والبلجن. بص انا قلت لك ان اي حاجه بتروح على انك تشتري البريميوم بتاعتها بتاخد حاجتين مع بعض: الثيم نفسه، الاشكال نفسها اللي موجوده دي، وبتاخد البلجن اللي هي بتاعه كادنز نفسه، او مزايا اضافيه لكادنز ده. يعني انت ما بتاخدش حاجه واحده في الشركات دي، انت ما بتاخدش حاجه واحده، انت بتاخد الثيمز والبلجن المكمله لده. لكن في الحاجات اللي احنا رحناها او رحنا اتكلمنا فيها من شويه، اللي هي الحاجات المدفوعه، انت بتاخد الثيم بالديموهات وبتختار منه ديمو، وما بتاخدش حاجه مجانيه.
خلاص كده يبقى نراجع مراجعة سريعة. دي سمات مجانية ومدفوعة، بتشتري لو عايز تشتري نسخة برو بتاعت دول مثلا، كل واحدة فيهم بتبقى من 10 ل 15 دولار، كلمني وانا اوفرها لك. طيب لو انت اللي هي الثيمات المدفوعة دي، بتروح ما بتاخدش اي حاجة مجانا، بتاخد ثيم شكل مدفوع فقط. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق الصراحة ان دي بروفيشنال اكتر. يعني خليني اكون صريح معاك، يعني بروفيشنال اكتر. اديك شفت بنفسك كان في ثيم اسمه مش عارف اريس ده ولا اللي احنا كنا شايفينه من شويه، كان شكله عامل ازاي مقارنه بحاجه زي دي انت بتاخدها. دي بروفيشنال اكتر، دي موفره اكتر، اللي هي الحاجات اللي فوق دي موفره اكتر. دي موفره اسمه ايه ده، بروفيشنال بس غاليه. دي بروفيشنال بس غاليه. دي مش بروفيشنال قوي بس تأدي الغرض، وفي نفس الوقت ب 10 15 دولار تحديثات مجانيه طول الحياه. اتمنى يكون الدرس ده كان خفيف على قلوبكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. اعملوا يا جماعه سبسكرايب للقناه، شوفوا الفيديوهات، شير الفيديو ده مع واحد صاحبك ممكن يستفيد، ونشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي.